أبيه وأم زوجته. في حالة زواجه من ابنتها نفرورع وعمته في آن واحد، كانت امرأة قوية ناضجة طموحة تحمل الألقاب ابنة ملك، أم ملك، الزوجة الملكية والزوجة الإلهية لآمون. استطاعت بقوتها وشخصيتها من البداية إنها تتولى شؤون البلاد وتدير دفة الأمور. لم تكن حتشبسوت المرأة اللي تكتفي بهذا. تمكنت في العام الثاني من حكم تحتمس الثالث من أن تنحيه عن العرش نهائيا، بل وأرغمته على الاعتكاف. أمرت بتتويجها بموافقة الإله آمون ورغبته، كما هو منقوش على جدران معبدها الجنائزي بالدير البحري بطيبة. أصبحت حتشبسوت ملكة على مصر، وقامت بدور الإله حورس ومثلته على الأرض، واتخذت لقب ابن الشمس، بل وتشبهت بمظهر الرجال وارتدت زيهم، كما استعملت الدقن الملكية المستعارة والخاصة بالملوك. يعني المقصود بكده إنها تشبهت بالرجال. حكمت حتشبسوت 20 عاما، كرست كل جهودها فيهم للإنشاءات المعمارية، ذلك غير حملة عسكرية واحدة أرسلتها للنوبة للقضاء على الثوار هناك. أمرت حتشبسوت في العام السادس أو السابع من حكمها بإبحار 5 سفن ضخمة لبلاد بونت، أرض البخور قرب الصومال، لإحضار منتجات البلاد ديا لمصر. ده كان تحت قيادة القائد نحسي. بدأت الرحلة الطويلة من أحد مواني البحر الأحمر، وده كان بالقرب من وادي الجاسوس. وتصورت الرحلة البحرية ديا، واللي تعتبر من أهم النقوش لدراسة بلاد بونت ومنتجاتها، على جدران معبدها الجنائزي بالدير البحري. كما أرسلت حتشبسوت بعثة لمحاجر أسوان لإحضار الزوج الأول من مسلتها. ترك لنا المهندس سنمنموت هناك في أسوان نقشا بيوضح إنه هو اللي كان مسؤولا عن قطع المسلتين للزوجة الإلهية والزوجة الملكية العظمى حتشبسوت في العام 15 من حكم تحتمس الثالث، يعني 13 من حكم حتشبسوت. أمرت الملكة أحد كبار موظفيها المدعو أمنحتب بالذهاب على رأس بعثة لأسوان للإشراف على قطع زوج آخر من المسلات. ترك لينا الموظف أمنحتب نقشين بيؤكد بهما قيامه بهذا العمل، إحداهما بمقبرته بطيبة، والآخر في جزيرة سهيل، دي 4 كيلومترات جنوبي أسوان. إحدى هاتين المسلتين ما زالت قائمة للآن في معابد الكرنك. بيصل ارتفاعها 29 متر فاصل 25. هي من الجرانيت الوردي،
وبيصل وزنها 323 طن، أقيمت على قاعدة مربعة يصل طول الضلع فيها 2 متر فاصل 65. اتسجل على قاعدة المسلة قصة هاتين المسلتين واللي أمرت بتشييدهما، الوقت اللي تم فيه قطعهما، والسبب اللي أقيمتا من أجله. وبتؤكد لنا النقوش واللي وجدت على معبد سرابيط الخادم، وهي أهم مناطق مناجم الفيروز بسيناء، إن الملكة حتشبسوت استغلت هذه المناجم خير استغلال. وبيعتبر سننموت المهندس والمربي واللي أشرف على تربية نفرورع هو أشهر الموظفين في عهد حتشبسوت. احنا معانا أميرة بأخلاقي ومعانا فاقدة أبوها، يا ترى معجبين بحدوتة حتشبسوت الملكة العظيمة ولا لأ؟ يبدو إنها اصطفته، وبدليل إنه سمح لنفسه بنقش صورته على جدران أكثر من مشكاة بمعبدها الجنائزي خلف الباب مباشرة، حتى لا ترى عند فتح الباب الخشبي للمشكاة أو للمقصورة. إن كنا لا نعلم للآن الأسباب اللي دعته إنه ينقش صورته في هذه الأماكن المقدسة، فهو لا ينتمي للسلالة الملكية وبيشغل فقط وظيفته كمهندس ومربي. قد يكون هذا من الأسباب اللي دعت حتشبسوت عند اكتشافها لهذه الصور إنها تؤمر بكشطها وتشويهها، أو إن أنصار الملك تحتمس الثالث قاموا بهذا التشويه بعد وفاتها. لا نعرف للآن كيف انتهت حياة حتشبسوت، هل ماتت موتة طبيعية أم كانت نهايتها محزنة، إذ لم يعثر على جثمانها في مقبرة من المقبرتين بتاعتها في طيبة، سواء الموجودة في سكة طائد زياد أو المحفورة في وادي الملوك، كما لم يعثر عليها أيضا في خبيئة المومياوات بالدير البحري. أما معبدها الجنائزي فهو المعبد المشهور الآن باسم معبد الدير البحري بالبر الغربي بطيبة. يعني هنبدأ في البث المباشر نشرح معبد الدير البحري بتاع حتشبسوت. أمرت الملكة حتشبسوت أنه يقام معبد تخليد ذكراها في حضن جبل شامخ في طيبة الغربية، وده شمال المقبرة ذات المعبد الجنائزي اللي أقامها الملك منتوحتب نبحبت رع من ملوك الأسرة 11 قبل حكمها بفترة بتصل ل500 عام. أشرف المهندس سنموت على تشييد معبد حتشبسوت متأثرا بنظام الشرافات واللي شاهدها في معبد الملك منتوحتب نبحبت رع، شيدوا على 3 مسطحات كبيرة أخذت شكل الشرافات يعلو إحداهما الآخر ويليه، واستبعد منه الهرم